السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة مدينة تي في. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا صحة جيدة ان شاء الله. مؤخرا يا اخوان بزاف ديال الناس اللي كانوا كيستافدوا آه، من الدعم، كيستافدوا من الدعم، كانوا كيعطيهم ديك 500 درهم. ومؤخرا هذا الشهر تفاجئوا باللي صيفطوا لهم غير 250 درهم، يعني ماشي 500 درهم. وبزاف ديال الناس كتسائل يعني فين كاين المشكل وشنو هو السبب وعلاش نقصوا 250 درهم، يعني كانوا كيستافدوا 500 درهم وردوها لهم غير 250 درهم. بالنسبه لهذه الحاله الاخوان، راه السبب الرئيسي هو كتلقى هاد الناس هادو اللي كانوا كيستافدوا 500 درهم، يعني راه عندهم شي ولدهم ولا شي بنتهم كتستافد من المنحه الدراسيه، يعني المنحه ديال الجامعه، من الجامعه. يعني هذا هو السبب الاخوان، السبب الرئيسي. وهاد الناس هادو راه كاين شي وحدين قبل منهم اللي وقفوا لهم الدعم، وقفوا لهم الدعم نهائيا، يعني ما نقصوا لهمش، يعني كانوا كيستافدوا من الدعم وقفوهم. يعني تقصوا من الدعم لسبب انه واحد من ولادهم كيستافد من المنحه الجامعيه. يعني باش تعرفوا السبب، هذا هو السبب الاخوان. ما حد باقي عندك ولدك ولا بنتك راه كتستافد من المنحه ديال الجامعه، راه غتستافد غير 250 درهم. وتا الا مثلا سالت القرايه ولا سالت القرايه وتوقفت المنحه، ديك الساعات راه كدير شكايه، كتعيط يعني اللي مكلفين بالدعم كتعيط لهم في التليفون، كتقدم الشكايه ديالك، كتقول لهم ودي راه كنت كنستافد من الدعم 500 درهم، نقصوا لي ال 250 درهم. السبب هو ان ولدي ولا بنتي كتستافد من المنحه الجامعيه، ودابا مبقاتش كتستافد من المنحه، نقدم الشكايه باش يردوا لك داك الدعم كما كان 500 درهم. وهادشي اللي كان الاخوان في هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتون، وتسناونا في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.